بصوا يا بنات، عايزين تعرفوا عملنا الحاجات دي ازاي؟ اتفرجي على الفيديو وقولي لنا رأيك فيه. عملنا ايه؟ هريسة الشطة بطريقة جديدة، وعملنا فلفل الهاليبينو. يلا اتفرجي بقى على الفيديو للآخر، مليان أسرار ومليان حاجات حلوة هتعجبك، وقولي لنا رأيك فيه. ولو لسه مشتركتش في القناة اشتركي في القناة. يا بنات، النهاردة هنعمل فلفل هاليبينو مخلل، يعني أحسن من نشتري من بره غالي. وهنعمل هريسة شطة بطريقة جديدة. اتفرجي معايا وهتشوفي احنا هنعمل ايه. تابعي معايا للآخر والوصفة هتعجبك. بصي، احنا هنا جايبين فلفل اللي هو بتاع الهالبينو، اصلا ده كده بتاع الهالبينو. المنظر ده غسلناه وسيبناه يتصفى كده، وهنقطعه ايه شرايح. هقولك هنقطعه ازاي. والفلفل الاحمر ده هنعمل منه الهريسة. بصي بقى يا ست الكل، احنا بنجيب الفلفل كده بنقطعه ايه شرايح. هنفضل بقى ايه نقطع كده الكمية كلها. عايزة بقى تقطعيه أقل من كده، أدخل من كده، دي حاجة ايه ترجع لك. نقطع واحد تاني. بس بقى احنا نجيب السكينة دي أحلى كده. هنقطع ايه، هنخلص الكمية كلها وهقولك على بقية المكونات. تابع معايا الفيديو هيعجبك، ومعايا مكونات هنا كتيرة هقولك عليها. هقطع بقى الفلفل ده كله واوريهولك. بصوا كده يا بنات، قدرنا ايه نخلص الكمية. بصوا بقى يا بنات، احنا كده ايه خلصنا تقطيع الفلفل. انا ما بشيلش، مش بشيل منه البذر بتاعه، انا بخليه زي ما هو كده. انا بعمل ايه بقى فيه؟ انا بجيب كده ميه، الميه دي سخنه، الميه دي سخنه بحط فيها الفلفل. انا مش بسلقه، انا بسيبه بس ايه مجرد 5 دقايق 10 دقايق بس. بخليه جواه، تخليه يحافظ على اللون بتاعه، القرمشه بتاعته، يخليه معاكي تحفه ويطول عمره معاكي. ده كده الفلفل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب توم، يعني انا هاخد دول بس، هكتفي بدول، مش هفرمه، انا هقطعه شرايح. قطعيه شرايح. لازم تحطله ايه توم، ما تدقيهوش، قطعيه كده زي ما انت عايزه. ومعايا هنا ايه ليمون، ليمونه كبيره كده مقطعاها حتت صغيره. معايا هنا سكر، ده المادة الحافظة بتاعته واللي تحافظ على القرمشة بتاعته واللون. معايا خل ومعايا ملح. هقولك هنعمل ايه دلوقتي في المحلول بتاعه. دي بقى تشتري من بره، احنا نعمله احلى من بره كده. كده معايا التوم، معايا ايه الليمون. دلوقتي ايه هنطلعه من المية، هنحطه هنا. بس كده احنا ايه صفيناه من المية بتاعته، هنحطه في طبق كده زي ما انت ايه شايفة.
انا جايبه هنا ميه، الميه ديت كانت سخنه وبردت، يعني انا سخنت الميه غليتها كده وبردتها عشان يحافظ معاكي ايه على المخلل بتاعك. هنحط ايه ده كده لتر، انا هحط له معلقه ملح وحب، هنحط نص كوبايه خل، اقل من نص كوبايه. هنحط معلقه ايه مش مليانه قوي من السكر. هتقلبي كل دوت وتزودي الملح بتاعك. بصوا يا بنات، هقول لكم انا كده دوبت ايه الملح، على فكره انا حطيت شويه ملح تاني، انت بصي اظبطي الملح بتاعك في الميه، ملح وسكر وخل. انا هنا عندي كركم، ده بقى سر محدش يعرفه، انا الكركم ده بحطه هنا حته صغيره، ربع معلقه صغيره، انا مش عايزه طعم ولا حاجه بس لون، ده بقى بيحافظ لك على اللون بتاعه وبيخليه تحفه معاكي. بصي نقيته عامله ازاي، اصفرت ازاي، زي ما انت شايفاها كده. انا كده ايه ظبطته. هنا انا جبت البرطمان بتاعي مغسول زي الفل. هنحاول بقى ايه نحط الفلفل فيه، يمشي على الوصفه اللي انا قلتلك عليها، تحفه هتعجبك. كده انا حطيت ايه نص الكميه، لازم بقى نحط ايه اللي احنا قطعناه دوت، اللي هو ايه الثوم والليمون، هنحطه في نص البرطمان زي ما انت شايفه كده. هنكمل بقيه الكميه. انا خلصت ايه الكميه كلها زي ما انت شايفه كده. هنعمل ايه، هحط زيت زيتون، يعني قولي كده اقل من النص كوبايه، بيخلي طعم تحفه. هنحط بقى ايه المحلول بتاعه. بصي زي ما انت شايفه كده، احنا مظبطين الملح بتاعه وخلصنا كل حاجه فيه. هنحط ايه الميه. بنات انا كده ايه خلصت ايه البرطمان، مليته ميه لغايه الاخر. بص الميه بتاعته اهيت، نضيف متعقم ومغسول ومحطوط فيه ميه سخنه وزي الفل كده. ايه انا غطيته لغايه الاخر علشان ما يربيش اي حاجه، زي ما انت شايفه كده الميه بتاعته اهيت. بس ده بقى تاكلي منه بعد اسبوع بالظبط، احلى فلفل هالبينو هتاكليه بالطريقه اللي انا عاملاها ديت. هنغطي عليه بقى ونسيبه ومنجيش جنبه زي ما انت شايفه كده. يلا قولي لنا بقى ايه رايك فيه. يلا ولو لسه ما اشتركتش معانا في القناه اشتركي، وكل يومين كده ولا حاجه او كل يوم اقلبيه زي كده وشويه ورجعيه تاني كده، انت بتحركي فيه ايه المحلول في كل حته. يلا اشتركي معانا في القناه وقولي لنا رايك ايه. بصوا يا بنات هنعمل بقى ايه الهريسه بطريقه جديده هتعجبك. هنجيب كده ايه الكبة، هنحط فيها الفلفل اللي احنا ايه مقطعينه. هنحط ايه مش هنحط اي حاجة، هنفرمه من الاول وهقول لك هنعمل ايه. بس هنحط معاه ايه كام فص كده من الثوم، ده بقى حلو للسمك للبتنجان مسقعة. بصي ماشي معاكي في كل حاجة. هنفرمه كل مرة هنحط بقية المكونات. هنحط ايه خل، انا هنا احط معلقة ملح، سكر مذبحات زي ما اتفقنا وبيحافظ على الحاجة. هنضرب بقى الكلام ده كله وأوريلك شكله عامل.
بصوا كده يا بنات، انا كده ايه ضربته في الكبه. هنشيل بس السلاح وهنحطه كده في الطبق. لازم يكون عندك في التلاجة برطمان زي ده هريسة، لا غنى عنه في الاكل، نستخدمه في كل الاكل. انا هحط له شويه ملح تاني وخلاص. ملح برضه حافظه زي السكر. بس كده احنا ايه، هنجيب برطمان احط فيه شويه زيت بس من تحت زي ما انتم شايفين كده. زي ما انت شايفه كده. يبقى احنا كده ايه خلصنا. هنحط بقى اللي من على الوش ده كله زيت. ليه بقى؟ هنحافظ عليه. وهنقفل بقى البرطمان. عايز تحطيه في التلاجة حطيه، حتى لو شهر مش هيجرى له حاجه، بس سيبوش بره. ايه خلصنا النهارده الهريسه والفلفل الهالبينو. يا رب بقى الوصفه النهارده تعجبكم. ولو لسه مشتركتش معانا في القناه اشتركي وقولي لنا تعليق منك حلو وحط لنا لايك. بصي يعني نمشي على الوصفه كده زي ما انا قلت لك عليها بالظبط وهتعجبك. الهالبينو الطريقه دي الاصليه بتاعتها، وهريسه الشطه حاولنا يعني نزود فيها شويه حاجات كده ونغير منها شويه. دي كده ايه وصفتنا النهارده اللي عملناها. يلا بقى اشتركي معانا في القناه.